يا جدعان تعالى اثبت لكم النهارده ان تلات ارباع الكباتن والانفلونسرز اللي على النت مش فاهمين اي حاجه من اللي هم بيقولوها. في ترند طالع الفتره اللي فاتت دي اللي هو كل واحد داخل جديد المجال وعايز يثبت نفسه يقوم مخترع لك تمرينه جديده، مش عارف يقول لك اعمل التمرينه اللي هي عامله كده عشان تركز على حته معينه من عضله كذا، ويقعد يفتكس لك بقى في التمرين وبتاع. المهم وانا باخد الكورس على اس اس اي الجمعه اللي فاتت، جه الدكتور سالنا سؤال تحفه، قال لنا ايه الفرق ما بين انت تلعب تمرينه الباي بالبار او الدمبل ضيقه اللي هو كده تدخلها جوه كده ضيقه، وايه الفرق لما تيجي تلعب وانت عاملها مثلا من بره وبتلعبها واسعه كده. تمام. طبعا بقى ايه، كنا بتاع 20 واحد ولا اكتر شويه، كل واحد بقى يطلع الهبده اللي جواه. مش عارف يقول لك قصتها كده بتركز على الشورت هيد وكده اللونج هيد، والتاني يقول لك قصتها بتركز في حته معينه في مش عارف في ايه، وكل واحد بقى هبده جديده. تمام. مفيش غير اتنين تلاته اللي قالوا الاجابه صح، بس حتى اللي قالها صح ما كانش فاهم هي صح ليه. الاجابه الصح ايه؟ ان اصلا الباي ملهاش دعوه انت عامل انترنال روتيشن ولا عامل اكسترنال روتيشن، دي مش شغلتها. يا حبايبي الكباتن الجديده ولا الناس اللي بتقلدهم، اللي جايين يقول لك اصل انا بلعب باي بعمل كده عشان اركز على ده وبعمل كده عشان اركز على ده، ويجي بقى تلاقي واحد في الجيم جاي ماسك لك اسمه ايه ده، ماسك لك الكيبل ماشين وعاملها كده وقاعد يلعب باي كده، يقول لك اصل انا مركز على التكويره بتاعتها. مؤاخذه يعني ردي للناس دي، يعني التكويره دي اللي بحطها فيا جماعه ما تسمعوش لاي حد بيتكلم، يكون حد دارس وفاهم ومتاكدين من كلامه، مش اي حد اتعلم مصطلحين بالانجلش يجي يقولهم في الفيديو بتاعه فهو خلاص كده بقى فهمان يعني.